لسه شايف امبارح فيلم اكس مراتي، وطبعا انا من اول ما الاعلانات طلعت كان السؤال اللي بيضرب في دماغي هو الميكس اللي هيبقى موجود ما بين هشام ماجد ومحمد ممدوح ده هيبقى عامل ازاي. مين اللي هيعرف يظبط الهارموني؟ بحس ان الاتنين بيلعبوا في خطين كوميديا مختلف، ما بيمشوش مع بعض. يعني مش هقول زيت وميه والحاجات دي كلها، بس عشان تظبط ان انت تطلع منهم كوميديا كويسه لازم تبقى يوازن السيناريو قوي، يوازن شغل الافيهات، وفي الاخر برضو الكيمياء اللي بينهم ممكن ما تبقاش مضمونه. بس الرد بقى على الحاجات اللي جت في دماغي دي كان باختصار شديد في كلمتين او في اسم معين: معتز التوني. السلام عليكم، يا رب دايما تبقوا بصحة وخير وسعادة. فيديو جديد من فخ فيلم عن أحدث الأفلام اللي نازلة لهشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، إكس مراتي. والفيلم صاحب القصة العجيبة شوية، وأنا بتفرج عليها حسيت إنها قد تكون غير مألوفة إن إحنا نشوفها بالأسلوب ده في فيلم عربي. ولكن إحنا بنتكلم هنا عن فيلم لايت كوميدي مبدع في مساحة الكوميديا الخفيفة اللي بتعتمد على الاختلافات اللفظية، المواقف المتناقضة. ومالك بقى الحاجات دي كلها، مالك اللعبة هو معتز التوني. واخد بالك انت من ملك اللعبه، وهو اساسا مخرج مسلسل اللعبه يعني. فطبعا في تعاون متميز جدا بينه وبين هشام ماجد، في كيمياء واضحه. بس كان بقى التساؤل اللي في دماغي هي الاسئله اللي انا قلتها في مقدمه الفيديو ده. الفيلم قصته باختصار عباره عن مجرم ان هو عتيد في الاجرام، ولكنه بيتحاول ان هو يخرج من السجن تبع تقرير نفسي بيعمله الطبيب النفسي المشهور والغني جدا اللي بيقوم بدوره هشام ماجد. وبيتضح مع الاحداث ان هشام متزوج من امين خليل اللي كانت اساسا زوجه سابقه للمجرم ده اللي هو محمد ممدوح، ولكنه ما عندوش اي علم بالماضي بتاعها. ومن غير التواصل او الصداقه اللي بتنشا ما بينهم، وهي مش صداقه ولكن هو نوع من إن محمد ممدوح بيثق فيه، بيتمسك بيه وبيلتصق بيه يعني، وبيروح معاه البيت والشغل وبيبتدي يدخل اصحابه معاه. ومع الوقت انت بتكتشف ان الشخصيه اللي بيقوم بيها هشام ماجد هي شخصيه طبيب نفسي مشهور، لكنه على درجه عاليه من ضعف الشخصيه، او ما بياخدش مواقف صارمه مع الناس اللي حواليه. ودي النقطه اللي احنا بنلعب عليها طول احداث الفيلم لغايه الاخر، عشان نشوف خوفه من المواجهه، من مواجهه شخصيه طه اللي بيقوم بيها محمد ممدوح، ان هو خايف يعرفوا الحقيقه، وان هو فعلا متجوز مراته اللي هي طلقته اول ما هو دخل السجن، وبعد كده خلفت منه الطفل، وبعدها بفتره اتجوزت هشام ماجد. فهشام ماجد خايف من فكره المواجهه، لان طه بيقوم هنا بشخصيه مجرم شرس جدا، لكنه متيم بزوجته السابقه وبيحاول ان هو يبحث عنها. ومن هنا بقى بنخش بقى في عالم من التناقضات، وازاي ان الاثنين هم طول الوقت مع بعض، لكن ده بيدور على زوجته، ده بيحاول ان هو يهرب. فكره ان المجرم يعرف حقيقه الاوضاع، وهكذا بنتفرج على سلسله من تناقضات الاحداث. ولكن بيطلع منها كوميديا متوسطه احيانا، جيده جدا احيانا، رائعه احيانا، بتهلكك من الضحك في مواقف معينه. الفيلم فيه زي ما انا بقول دايما عدد من نقاط القوه، وبالنسبه لي كان نقطه ضعف رئيسيه بالنسبه لي ودي ممكن اتكلم عليها في الاخر. ولكن اولا زي ما انا بقول الملك اللعبه، الاستاذ اللي بيعرف يظبط الدنيا دي كلها، انك تظبط الميكس بتاع انا ما شفتش قبل كده تقريبا تمثيل او ادوار مشتركه ما بين هشام ماجد ومحمد ممدوح. والاثنين زي ما انا قلت بحس ان هم بيلعبوا، كل واحد بيلعب في منطقه مختلفه شويه. هشام ماجد شاطر قوي في الكوميديا اللفظيه او في طريقه نطقه للالفاظ، الكوميديا ووضعها كده في المواقف. بينما ان محمد ممدوح شاطر جدا في فكره الكوميديا الجسديه. وطبعا الهيئه الجسديه اللي كان عاملها هنا رائعه. انت بتتكلم على مجرم شرس غاضب دائما، فده طبعا مع الهيئه الجسديه والبنيه الجسديه بتاع محمد ممدوح حاجه بيرفكت بيرفكت. وطبعا انت هتلاقيني عمال بشكر كتير في محمد ممدوح، لان انا بحب تمثيله جدا 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 جدا، وبعتبره من المواهب الجميله الجميله في السينما المصريه فعلا. البيكس ده معمول بكتابه ذكيه ظريفه. تناول قصه غريبه ان حد المفروض ان هو بيخبي مراته عن زوجها السابق لما هو بيكتشف الحقيقه في اول الفيلم. لكن طول الوقت المواقف اللي بتطلع مواقف تحس ان مواقف مقبوله جدا، وفي مواقف بيتفرش لها فرشه كويسه. الحاجات دي كلها شايف ان ده شغل حلو جدا متميز جدا من المخرج المبدع لهذا العمل اللي هو معتز التوني. وعلى فكره طالع مشهد تمثيلي في الفيلم، وانا ما اعرفش هو ما بيمثلش ليه يعني. اعتقد لو احنا كسبانينه كمخرج فاحنا خسرانينه كممثل. يعني الكوميديا اللي بيعملها حتى في الاداء التمثيلي بتاعه ممتعه جميله لذيذه طازجه زي ما بيقولوا عليها يعني. المهم نسيبنا بقى بالشكر بقى في معتز التوني. تاني نقاط القوه اللي موجوده في الفيلم طبعا اداء هشام ماجد. هشام ماجد ذكي، بيختار الادوار بتاعته بذكاء، الادوار بتترسم عليه حلو وبيعرف يمثلها حلو. والممثل الذكي ده عمره طويل. الممثل اللي دايما بيشغل دماغه كويس وبيختار ادوار مختلفه ده عمره طويل، بيكمل
بيقعد. والممثل اللي ما يخافش انه يجيب ممثلين تقال معاه ويشيلوا معاه العمل ده، تضمن ان عمره هيبقى اطول واطول وهيعمل اعمال احسن واحسن واحسن. فدي من الحاجات اللي تتحسب جدا في كفه هشام ماجد. انا قلت قبل كده ان انا مش من محبينه قوي يعني، ولكن هو ذكي، هو ذكي قوي وشاطر وشغله على الشاشه حلو. على الناحيه التانيه محمد ممدوح بارع، ممثل تقيل تقيل تقيل، مش هقول تقيل وزنا يعني عشان ما تبقاش في سخيف يعني، بس الفكره ان هو تقيل، موهبه تقيله. في مشهد في اخر الفيلم خالص وهو بيحول نظراته ما بين امينه خليل وما بين هشام ماجد، نظرات الحب والعشق والرضا والتسامح ونظرات الغضب والشراسه في نفس اللحظه. المشهد ده جميل بشكل حلو جدا. الشخصيه بتاعته بطبقات بقى الايه، الخشونه والشراسه وطبقات الشهوه والحب او العشق، الحاجات دي كلها معموله باسلوب لذيذ جدا جدا منه. رابع نقطه قوه في احداث الفيلم، الادوار التانيه اللي هي كالعاده دايما بقولها هي ميزه الافلام والسينما المصريه. الادوار التانيه متسكن هنا تحفه في كل حاجه. مصطفى غريب طالع مشهدين كسواق اتوبيس، مشهدين هيعلموا معاك وانت طالع من الفيلم. علي صبحي طالع في مشهد سفاح في حوالي 3 مشاهد ممتاز. وتاكا الدراع اليمين لمحمد ممدوح طلته على شاشه لذيذه جدا جدا. خالد كمال مؤثر جدا في اي دور وليه بصمه حلوه. حمزه العيدي طلع مشهد انا كنت قاعد مبسوط بيه بشكل فوق الوصف. عماد رشاد وألفت إمام عاملين دور والد ووالدة هشام ماجد، طالعين تقريبا مشهد أو مشهدين في الفيلم. المشهدين دول هيعلموا معاك بطريقة، وأنا واثق إن بعد فترة المشهدين دول هيبقوا من الميمز اللي موجودين حتى على السوشيال ميديا. مشهد أنا اتقتلت فيه ضحك حرفيا يعني. كل الحاجات دي بقى من عوامل النجاح والقوة اللي موجودة في الفيلم، يقابلها الدور بتاع أمينة خليل، وده أنا بعتبره هو ده نقطة الضعف الكبيرة اللي موجودة. مش أمينة خليل، أنا بحب أمينة خليل قوي وتمثيلها وموهبتها عالية جدا، ولكن الدور نفسه اللي مكتوب بطريقه غريبه يعني. لا انت ينفع تتعاطف معاه، ولا هو الماضي بتاعه واضح، ولا حتى النقله اللي حصلت ما بين علاقتها او جوازها بالمجرم وبعد كده ازاي اتجوزت الدكتور اللي واضح ان هو من طبقه اجتماعيه تانية خالص. النقله دي لا انت تعرف عنها حاجه ولا شفت حاجه ولا تعرف خلفيه دراميه عنها ولا اي حاجه يعني. هي موجوده بس انها تبقى يعني صوت عالي في الاحداث. حتى الفكره في الاخر وهي بتتهم جوزها بخوفه او ضعفه، وان هو خايف يواجه الشخص الاخر. والمشهد المفروض ان هو فيه تانيب ولقطه دراميه قويه، المفروض ان انت من خلالها بتتفهم وجهه نظر الزوجه وازاي انها بتدفع جوزها للمواجهه وانه يتحمل المسؤوليه. انا مش عارف اتعاطف معاها، او يمكن معظم ناس كتير مش عارفه تتعاطف معاها لسبب بسيط، ان هي نصب عليه في الاول، ما صرحتوش باي موقف، مش مفاهمات الدنيا عامله ازاي، فاجئته بالاحداث اللي حصلت دي. فانا شايف ان كتابه الشخصيه دي هي بالنسبه لي ممكن تقول نقطه الضعف اللي في العمل، باستثناء طبعا ان امينه خليل يعني طلتها حلوه جدا على الشاشه يعني. الفيلم من الافلام الفريش، الافلام الممتعه، لايت كوميدي جميل. في اخر الفيلم الله اعلم هيعملوا جزء تاني ولا لا، بس ده لو اتعمل منه جزء تاني ممكن يبقى فيه مساحات كوميديا اعلى بكتير، وسهل ان هو يعملوا جزء تاني، لان في مساحات دراميه كده ما حدش جاب سيرتها خالص. دي لو واحد عايز يتعب في الكتابه هيطلع منها شغل حلو جدا. الفيلم من الافلام اللي انا استمتعت فعلا بيها في الفتره الاخرانيه، وانا ما شفتش افلام عربي كتير في الفتره الاخرانيه بصراحه. تمنياتي لكم مشاهده ممتعه، واشوفكم في فيديو تاني قريب ان شاء الله. سلام.